طبعًا زي ما أنتم شايفين هي بتلزق معانا، ده أهم حاجة، هو ده طبعًا اللي إحنا عاوزينه، بتكون هشة أوي، بتكون جميلة أوي. هنلِف التانية زي ما أنتِ شايفة، حلوة أوي وجميلة. طبعًا بعد ما نلِف طبعًا كل العجينة زي ما أنتِ شايفة كده، هنسيبها ل15 دقيقة تخمر. بعد طبعًا ما هنلِف كل الكمية اللي موجودة، هنجيب طبعًا بيضاية كده تمام، وهنضيفها كده على وش العجينة. طبعًا لو حابة تضيفي رشة من الفانيليا علشان خاطر تدّي لِك ريحة في البيضة ممكن تضيفي، علشان طبعًا ريحة الزفارة بتاعة البيض. طبعًا بعد ما عدّى 15 دقيقة من التخمير هندخّلها الفرن لمدة 180. ما شاء الله هشة وجميلة جدًا وروعة، كمان يعني أكنِّك بالضبط شارياها من برّه للأطفال وبعد كده هنجهّز الشوكولاتة بتاعتنا. ممكن تعملي مكعبات من الشوكولاتة اللي موجودة عندِك في البيت، ممكن تجهّزي الشوكولاتة أنتِ على إيدِك. طبعًا أنا جهّزت الشوكولاتة على إيدي طبعًا، جبت معلقتين من الدقيق و3 معالق أو 4 معالق من الكاكاو، وهنضيف مكعب من الشوكولاتة أو 3 مكعبات من الشوكولاتة، وهنضيف كوباية من الحليب، ونُص كوباية من الزيت، وطبعًا كل الحاجات ديّة هنضربها مع ونُص كوباية من السكر، ومكعبين من الزبدة أو مكعب من الزبدة، وهنقلّب كل الحاجات دي مع بعض، وبعد كده هنضيفها على النار تغلي، وبعد كده طبعًا ترفعيها من على النار. وطبعًا بعد ما الشوكولاتة تقلب معاكِ للون شوكولاتة وتمسك معاكِ كده، أنتِ طبعًا كده خلاص جهزتِ الشوكولاتة معاكِ. وبعد كده تحشيها طبعًا بعد الشوكولاتة ما تبرد، تحشيها طبعًا في المولد اللي أنتِ جهزتيه. ما شاء الله جميل جدًا وروعة. وتعملي كده فتحات كده في المولد علشان تحشي من الشوكولاتة. طبعًا في مولتو حشيته بالشوكولاتة، وفي مولتو سِبته سادة. ما شاء الله جميل جدًا وروعة، من أقل التكلفة عملت أجمل مولتو عندِك في البيت للأولاد ومحشي كمان بالشوكولاتة. أتمنى يكون وصفة النهارده عجبتِك، أتمنى منِّك لايك وشير، وأتمنى منِّك دعوة حلوة. مع ألف سلامة.